تخيل إن حواء أم البشر مش أول سيدة ولا أول زوجة في تاريخ البشرية، وده مش كلامي، ده كلام اليهود. الأسطورة اليهودية بتقول في سفر التكوين الأول في شرح التوراة ذكرت ليليس، وهي أول سيدة اتخلقت في التاريخ، وخلقت من الطين زي سيدنا آدم، وكانت شديدة الجمال، لكن إحساسها إنها مساوية لآدم وإنها اتخلقت من نفس الطين خلاها تتمرد وتكفر وتخرج من الجنة بمحض إرادتها، ولجأت لعدو الإنسان الأزلي الشيطان، وعاشت معاه في مكان جنب البحر الأحمر. والشيطان أقنعها بإنها ترجع الجنة تاني، وتقنع آدم إنه ياكل من الشجرة المحرمة علشان تخرجه من الجنة، ورجعت فعلا. بس لما رجعت اتفاجئت إن في ست تانية غيرها اسمها حواء، واتخلقت من ضلع آدم. ناس كتير اتبنت الأسطورة دي، أمنت بيها زي الرسام مايكل أنجلو اللي جسد ليليس في لوحاته على إنها نص امرأة ونص تعبان. القصة دي مرفوضة تماما في الإسلام والمسيحية، ومش موجودة في الكتب الرسمية لليهودية.